قضينا مع بعض رحلة طويلة حكينا فيها عن السبلاي تشين اللي حاولنا ان احنا نوضح بيها الريليشن شيب والسيميلاريتي اللي موجودة. بس ممكن حد يجي يسأل سؤال، كلام جميل، اعمل ايه بقى؟ اتحرك ازاي؟ ابدأ بايه؟ المثل بيقول كل شيخ له طريقة، بس في السبلاي تشين في المعتاد ان احنا بنقول حاجة تانية. اقصر طريق يوصلك بين نقطتين هو الطريق المستقيم. ميثودولوجي فكرت فيها تاسك لما قالت احنا عاوزين نسهل على الناس ان هي تمشي في الكارير باث بتاع السبلاي تشين، تحقق بيرفورمانس، تحقق الاوبجكتيفز بتاعتها بطريقه مظبوطه. فكرنا ايه هو اقصر طريق؟ في جلوبال بوديز، شركات عالميه، انستتيوشنز، سيرتيفيكيشن واكريديتيشن بوديز، قالت ان احسن طريقه ننفذ بيها البروسيس دي هي ان احنا نعمل 1 2 3. وده نفس الكلام اللي احنا فكرنا ان احنا نتبعه. مش لازم نخترع العجلة، احنا طبعا بنفكر دايما في نيو ترندز، بس دايما اسهل طريقة انك تنفذ بيها حاجة هي انك تشوف الناس الرئيسية، الجهات المعتمدة، الجهات العالمية، الستاندردز الواضحة، الانستتيوشنز اللي فكرت ان هي تكتب وتحط خبراتها ونواتج الخبرة العملية دي، وقائع الخبرة العملية دي ونتائجها في كود اوف كوندكت، في بوديز، في سيرتيفيكيشنز، في اكريديتد سيرتيفيكت، في اكزامز انترناشونالز. قدروا ان هم يوصلوا ان هم يحطوا كود اوف كوندكت للسبلاي تشين. طيب لو انا ما عملتش كده هدور وهمشي واجرب، ويا يا لا، يا اما هوصل يا اما مش هوصل. ناس كتيره ممكن تغلط، حد يقول لي انا هديهم التريننج الفلاني، وقابلت كتير يجي حد يقول لي انا عملت التريننج ده اخد بعده ايه؟ اصل الاتش ار عندي في الشركه بيقترحوا عليا ان انا اخش في التريننج الفلاني، هو مناسب ليا لا؟ هدي اكزامبل. في بعض الاحيان كان يجي لي حد خد سيرتيفيكيشن في السبلاي تشين وشاطر وعجبه قوي الموضوع، ويقول لي اتس تايم بقى ان انا اخد تريننج على اي ار بي سيستم واتعلمه. وكنت ساعتها ممكن اساله سؤال بسيط، هو انت بتشتغل دلوقتي بي ار سيستم ده في الشركه؟ يقول لي لا. ساعتها اجي اقول له انت عارف ان الاي ار بي سيستم ده ابلكيشن بيحصل عليه فيرجن كل فتره، زي اللغه لو ما مارستوش هتنساه. انت ممكن تيجي بعد فتره ما تاخد تريننج تكتشف ان انت التريننج اللي انت خدته ده انت مش محتاج له دلوقتي، تبقى الشركه عملت انفستمنتس وانت عملت انفستمنتس في وقتك، وفي نفس الوقت العائد او الار او اي زيرو لانك ما عملتش بيها حاجه. تاخد تريننج في حاجه انت مش محتاجها، تاخد تريننج في سكيلز او على سكيل اوف بزنس انت مش محتاج له. طيب اعمل ايه؟ في باث واضح بيتكون من 3 مين بيلرز. البيلر الاولاني ان احنا بنتكلم على ميثودولوجي، ثيوريتيكال اكسبيرينس، في نوليدج مكتوبه في الكتب، ستاندردز واضحه ظاهره كلير بتقول كل حاجه تتعمل ازاي. في حاجه اسمها براكتيكال اكسبيرينس. براكتيكال اكسبيرينس ان انت to bring the solution down to earth. مش لازم ان حضرتك تكون بتدرس وبس، انت لازم تكون اتحطيت في موقف انك تابلاي اللي درسته ده في الحقيقه. مهم جدا انك تكون عندك القدره انك تطبق، مش كلام في الكتب. وبعد كل ده النولج اللي انت اتعلمتها والكود اوف كوندكت اللي انت اتعلمت تمشي بيه، الميثودولوجي اللي حضرتك فكرت انك تمشي بيها، تتلم وتتجمع كلها وتبقى اكريديتد من انترناشونال بوديز. في سيرتيفيكيشنز كتيره موجوده، في اكزامز موجوده، السيرتيفيكيشن بتاعتها بتقول الشخص ده اتعلم، اتدرب، بقى فاهم ان هو ازاي يبرنج السولوشن ده داون تو ايرث، فاهم ازاي انه مش مجرد كلام في الكتب، فاهم ازاي انه هيعرف يطبقه. الرود ماب دي زي ما وضحنا هي الميثودولوجي اللي بتتبعها تاسك في التريننج بتاعها، الميثودولوجي اللي بتضمن لك انك هتمشي من الاول للاخر، من انك تعرف الساينس وتعرف الثيوريتيكال والثيوريز اللي جه من وراها النوليدج دي، وتعرف كمان ازاي تطبقها وتابلاي ده تو ذا جراوند، وبعد كده تبقى اكريديتد جلوبالي واكريديتد لوكالي بسيرتيفيكيشنز واكزامز تطمنك ان انت فعلا بقيت عارف النوليدج دي.